يا جماعة الخير، الخبر اللي وصلني من تونس خلاني أعمل فرمة لمخي من كتر الصدمة. نسور قرطاج كانوا عم يلعبوا مع منتخب غينيا الاستوائية اللي شكلهم جايين يلعبوا شطرنج مو كرة قدم، والمباراة صارت عبارة عن فيلم رعب من كتر التوتر. القلوب صارت ترقص دبكة شعبية بالصدر، والناس عم تصرخ مونديال مونديال بلا فضايح. وفجأة طلع لاعبنا فراس شواط وعمل عملية انتحارية على المدافع الغيني اللي كان شكله عم يفكر بالغدا. خطف الطابة وبعتها لمحمد علي بن رمضان اللي كان قدام الشبكة. عم بن رمضان ضربها بكل برود أعصاب وكأنه عم يبعت رسالة واتساب، حطها بالمرمى ومشي على قاعدة الفضيحة ولا المونديال. يا زلمة، هذا مو فوز، هذا عبارة عن معجزة كروية نادرة جدا، ومبروك عليهم التأهل للمرة السابعة. أنا شخصيا رح روح أشرب كاسة عصير الليمون عشان أرجع لوعي بعد هالدراما الكروية.